السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد مع سلسلة نصائح اللعب. النهاردة معانا شرح طريقة لعب الوان شوت، طريقة هتخلي أكتر من 80% من ضرباتك هيدشوت. لو لسه ما شفتش الفيديو الأول أنصحك تشوفه لأنه مهم جدا لمستخدمي أسلحة الرشاش مثل اليو ام بي والاي كيك. أنا يوليوس ويلا نبدأ مع المقطع. في الفيديو الأول يا شباب أنا شرحت لكم طريقة ضبط الحساسية في اللعبة على طريقة تناسبك، وإزاي تقدر تظبط ايمك من المدى البعيد والمدى المتوسط، وحساسية كل سكوب لوحده، سواء السكوب النقطة أو السكوب 2 أو سكوب 4 وحتى حدثة السنايبر. ووريتك إزاي إنه تلعب أسلحة الرشاش زي اليو ام بي والام بي 5 من المدى القريب، والاي كي والسكار من المدى البعيد بالنسبة لأسلحة الرش. أما في الفيديو ده فأنا هشرح لكم طريقة لعب أسلحة الوان شوت. والمقصود بأسلحة الوان شوت هنا إن أنت هتلعب بيها في الرومات، ولو بتلعب باتل رويال تلعب فقط بالنقار الاي سي 80 أو الاس كي اس، أسلحة المدى البعيد يعني. بس صعب إنه أنت تلعب في الباتل رويال أو الكلاش سكواد إن أنت تلعب وان شوت بالشوت جان، لأن إحنا في السيرفر اللي إحنا فيه أغلبهم بيلعبوا بربر، فصعب إن أنت تلعب وان شوت معه. فأنا في الفيديو ده هشرح لك إزاي تقدر تلعب وان شوت أو تلعب أسلحة الطلقة الواحدة، وايه احسن اعدادات تعملها. مش هقول لك ان كل ضرباتك هتبقى هيت شوت يعني بنسبه 100%، ولكن بنسبه 80%، بنسبه 70%. يعني لو انت بتضرب 10 طلقات 7 منهم يكونوا في الهيت شوت. بدون ما اطول عليكم، يلا خلينا نبدا في اول حاجه، وهو ازاي نظبط زر الايم بالنسبه لاعدادات الوان شوت. يلا بينا الى اللعبه. انا في الفيديو اللي فات حكيت لكم عن زر الايم، وكنا مخلينه جهة اليسار شوية ما بين 56 وال 62 عشان الايم يكون جيد او كويس في اسلحة الاس ام جي واسلحة الاي ار، تمام، اللي هو الاسلحة الرشاش يعني. تمام. المرة دي هنحكي عن اسلحة الوان شوت، ازاي تلعب وان شوت او ازاي تلعب باسلحة زي النقار والاي سي 80 وتجيب بيه شوت زي ما انت شايف في الفيديو كده. تمام. اول حاجة زر الايم ما تخلوش جهة اليسار، حاول تخلي زر الايم آه، يقرب جهة اليمين شوية، يعني هنا كل ما يكون جهة اليمين كل ما يكون أكثر ثباتا. أنا عن نفسي كنت مخليه هنا، فلكن أنا هغيره شوية أخليه في المكان ده، أو هترك لكم كود الإعدادات الخاصة بيا. تمام. وأنتم تقدروا تستخدموه. تمام. ده كود الإعدادات الخاص بي. تمام. هتركه برضو في الفيديو للي حابب يستخدمه. تمام. دوس تطبيق، شوف خلى زر الإم في المكان ده تقريبا. طيب أنا بالنسبة لي زر الإم في المكان ده هو أنسب مكان ألعب بيه وأنشر. انت ممكن يكون مش شرط عندك يكون نفس المكان، هنا جرب هنا وشوف كويس ولا لا. لو سيء خليه اقرب هنا شويه، لو اسوأ خليه في اليسار اقرب. تمام. بالنسبه للحساسيه، انا الحساسيه عندي 80 زي ما شرحت في الفيديو الماضي، وشرحت موضوع الحساسيه انا ما غيرتش في اي حاجه. تمام. وبالنسبه بقى للايم عندي نوعا ما في تحسن. تمام. نوعا ما الايم ثابت على الهيد شوت، اقدر اثبته. انا حكيت لكم ان الايم مش هيبقى بنسبه 100% على الراس، يعني من الطبيعي انه يكون في طلقات صفراء، ولكن زي ما تشوف في تحسن في اسلحه الوان شوت، سواء النقار سواء الاي سي 80 سواء اي سلاح. طبعا الشوت جن اللي انا بستخدمه دلوقتي ده صعب انه انت تجيب بيه وان شوت، يعني من الاسلحه الصعبه، ولكن نوعا ما زي ما تشوف الايم ثابت معايا، لا بيطلع فوق الراس ولا هو تحت، نوعا ما وسط وكويس. تمام. ده بالنسبه لاسلحه الوان شوت. تمام. الجزء الثاني من الفيديو يا شباب وهو طريقة رفع زر الايم لو انت في فايت مع العدو مباشر. يعني لو العدو امامك، العدو خلفك، العدو بيتحرك في خط مستقيم، العدو بيتحرك يمين ويسار، ازاي ترفع الايم بالشكل ده؟ خلينا اول حاجة نتجه الى النقطة الاسهل. لو العدو بيتحرك للخلف في خط مستقيم او للامام في خط مستقيم، طبعا كل حاجة هشرحها لك مع مثال زي ما انت ما شايف كده. لو العدو بيتحرك للامام كل اللي عليك بترفع الايم لفوق فقط لا غير، لا بتحرك الايم يسار ولا بتحرك الايم يمين. لو العدو بيتحرك للخلف نفس النظام، بترفع الايم لفوق في خط مستقيم. تمام.
ده لأسلحة الوان شوت أو لأسلحة الرشاش. تمام، ده كده الجزء الأول، وأسيبكم مع كام لقطة أو إزاي ترفع الأيم بالشكل ده. تمام. الجزء الثاني معانا وهو لو العدو بيتحرك في خط غير مستقيم يمين أو يسار. لو العدو بيتحرك يمين تحاول تخلي زر الايم يتحرك جهة اليمين شوية لفوق، زي ما انت ما شايف كده، يمين بنحركه يمين. ولو العدو بيتحرك يسار هترفع زر الايم يسار شوية لفوق. تمام. وبس ده كان الجزء الثاني من موضوع الحساسية وزر الايم زي ما وعدتكم من سلسلة التعليم. إذا عجبك الفيديو ما تنسانيش من اللايك والاشتراك، وتكتب لي في التعليقات حابب تعرف ايه تاني عن لعبة فري فاير أو عن أساسيات لعبة فري فاير عشان أعمل لكم فيديوهات عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.